السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعله عوجا. وأشهد أن لا إله إلا الله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا. هم آتيه يوم القيامة فردا. سبحانه. الطير سبحه والوحش مجده والحوت ناجاه. والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه. والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك
يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، فيا إخوة الإسلام، تهل علينا تلك الأيام العطرة، وها نحن في اليوم الأول من شهر ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إن ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليله. يطوف بنا الشوق لذكراه، وندعو الله سبحانه وتعالى أن نحشر تحت لوائه، وندعو الله سبحانه وتعالى أن نرد حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن نشرب من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ولكن ينبغي علينا أن نأخذ بالأسباب، وأن نلتزم الطريق الذي رسمه المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى نصل إلى هذا الهدف. من أجل ذلك نقف اليوم مع عنوان نتحدث فيه عن النداءات الربانية في سورة الأحزاب بين تأصيل الهوية وبين بناء المجتمع. حينما نتحدث عن سورة الأحزاب ونتكلم بالأخص عن النداءات الربانية التي نادى فيها ربنا سبحانه وتعالى على سيدنا محمد، نجد أن الله سبحانه وتعالى نادى على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله يا أيها النبي 5 مرات، ونادى على عباده المؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا 7 مرات، ونادى على نساء النبي صلى الله عليه وسلم 2 مرات فقال يا نساء النبي. وحينما نتأمل في القرآن ونتدبر ما جاء في القرآن الكريم، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك. ألم يكن ربنا سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ألم ينادي علينا ربنا سبحانه وتعالى بقوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، ثم بين صفات من يستمع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ولكن أخي المسلم، اعلم أن هذا من الهدى، والهدى بيد الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا الهداية. الجمع الكريم في أول نداء بدأت به السورة الكريمة نادى ربنا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بنداء التثبيت والثبات، بنداء المداومة على مقام الإحسان، بنداء الاتباع لهدي الله سبحانه وتعالى، وألا يلتفت المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الكافرين والمنافقين. فبدأ بقوله سبحانه وتعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سورة الأحزاب
نزلت في وقت عصيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، فمن اسمها الأحزاب اجتمعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كفار قريش، من الكافرين، من المنافقين، واجتمع ما يقرب من 10,000 أحاطوا بالمدينة، أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصحبه. وهنا كانت المفاوضات من جانب المنافقين، وهم يريدون أن يتنازل النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلث تمر المدينة مقابل أن يجلوا هؤلاء الأعداء عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الله سبحانه وتعالى أمره بالثبات بعدما استشار النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه من استشار. هنا هذا الجمع القليل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن صحبه، وهذا العدد وتلك العدة التي أحاطت بالمدينة، وهي التي تسمى بغزوة الخندق. هنا أراد الله سبحانه وتعالى أن يبتلي الأمة ليعلم الجميع أن النصر إنما بيد الله سبحانه وتعالى. هنا انكشفت الأقنعة وارتفعت الستائر عن إيمان صادق وعن نفاق بين، فالأزمة دائما ما تكشف عن الحقائق، وهذا ما أراده الله سبحانه وتعالى لنا في هذه الصورة، أن نقف على الحقائق. وفي هذا دعوة لكل أبناء الأمة أن يتعايشوا مع المنهج الإسلامي في وقت الأزمات، دعوة أن تتعايش الزوجة مع زوجها في وقت الأزمات، دعوة أن يتعايش الابن مع أبيه في وقت الأزمات، دعوة أن يتعايش الجار مع جاره في وقت الأزمات. وهنا يتبين الطيب من الخبيث، فالمنافقون لما رأوا ذلك ماذا قالوا كما وصف القرآن الكريم؟ وفي النداء الأول للمؤمنين الذي نادى به ربنا سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين مذكرا لهم بنعمائه التي لا تعد ولا تحصى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. المشهد صعب، يأوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون. ولكن انظر ماذا قال المؤمنون وماذا قال المنافقون: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. غرورا في حين أن المؤمنين قالوا: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. النداء الأول في الرسالة الأولى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالثبات على التقوى وعلى مقام الإحسان، ثم كان التذكير بالنداء الأول للمؤمنين بالتذكير بنعم الله سبحانه وتعالى عليهم، بأن أجرى الله سبحانه وتعالى النصر على الأعداء من غير قتال من جانب المؤمنين، وإنما أرسل الله سبحانه وتعالى عليهم ريحا تقتلع الخيام وتكفئ القدور. وهنا ظن المشركون أن المسلمين قد انقضوا عليهم فارتعبوا وفروا، حتى كان النصر من الله سبحانه وتعالى بقوله: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. ألم يقل ربنا: وما النصر إلا من عند الله؟
مهما أخذنا بالأسباب وهذا واجب، لكن لزاما علينا أن نفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. في الأيام القليلة الماضية وجدنا من لم يتفوق في الثانوية العامة أو في الثانوية الأزهرية ربما أحاط به اليأس، أحاط به الإحباط. يا أخي، كل ابنك وكل بنتك أن كل واحد منكما قام بواجبه، أما الأمر فهو التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى، وما علينا إلا أن نرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وبقدر الله سبحانه وتعالى. إخوة الإسلام، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. الجمع الكريم عن النداء الأول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بدأت به الصورة الكريمة: يا أيها النبي اتق الله. ثم كان النداء الأول للمؤمنين بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. ثم جاء النداء لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر ربنا سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأمهات المؤمنين أسوة حسنة لبنات ونساء المؤمنين. فنادى ربنا سبحانه وتعالى على نساء النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وتسمى هذه بآيات التخيير. وما أحوجنا في مجتمعنا الذي نعيش فيه في هذا الوقت الذي نناشد فيه السلطات ونناشد فيه كل من يقوم بوضع قانون أو دستور أن يضع من البنود ومن الشروط ما تتأتى به الاستقامة داخل الأسر. نجد أن الله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى الوقاية قبل العلاج، وإلى البناء قبل الهدم، وإلى الإصلاح قبل الفساد. فهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآيات القرآنية تكشف لنا عن مراد الله سبحانه وتعالى في الحياة الزوجية. فالحياة الزوجية لابد أن تسير على منهج من الله سبحانه وتعالى. لابد أن يكون التخيير بين الدنيا والآخرة، بين الصبر والاستقامة والوفاء والعفاف والتقى، وبين والعياذ بالله طلب الدنيا، وبين طلب الدنيا وما فيها من شهوات وما فيها من منافع دنيوية ربما تكون بعيدة كل البعد عن منهج الله وعن منهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ ربنا سبحانه وتعالى بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخييره في نسائه بين المداومة والمعايشة معه صلى الله عليه وسلم على حاله وبين الطلاق والعياذ بالله. وهذا درس يجب على الأمة أن تتعلمه. ما أحوجنا جميعا أن نتعايش في بيوتنا مع هذا المنهج القرآني، حينما يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. ونرى تلك المشاهد المؤسفة على شاشات الإنترنت وما بها من أشكال قد تكون مسيئة إلى الإسلام وإلى المسلمين، وتصدر من بعض المسلمين أو من بعض المسلمات. هذا ربنا سبحانه وتعالى يقول لنساء النبي رضي الله عنهن أجمعين: إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله.
هذا لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يحقق الحكمة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا هو المنهج الذي لزاما علينا أن نربي عليه بناتنا، وأن نربي عليه أزواجنا، وأن نتعايش معه في بيوتنا، فيتعايش الزوج مع زوجته عسرا أو يسرا، والزوجة مع زوجها لا بد أن تشد من أزره وأن تقف بجانبه. وقد رغبنا النبي صلى الله عليه وسلم بطلب الزوجة الصالحة التي تكون عونا لصاحبها على ذلك وتلتزم بهذا المنهج. وقد رأينا من يخرج علينا وينادي بأن الحجاب من العادات وليس من الفرائض. ألم تسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى في النداء الخامس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالحجاب فريضة كما بين الأزهر الشريف وكما بينت دار الإفتاء المصرية. فلزاما علينا أن ننتبه لتلك النداءات المغرضة التي تريد أن تنال من عفة المرأة ومن وقارها، وتريد أن تنال من المجتمع المسلم، فتخرج المرأة كاشفة للعورات، وتخرج المرأة متبرجة بأشكال لا ترضي الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت الذي ننادي عليه بالطهر وبالعفاف وبالغنى وبالاستقامة. يحسن بنا أن يكون ختام الصورة بقول الله سبحانه وتعالى بعدما نادى على المصطفى صلى الله عليه وسلم موضحا للمهمة الشريفة التي قام بها صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. هنا ختم ربنا سبحانه وتعالى النداء الأخير للمؤمنين في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ذكرنا بتلك الأمانة بأمانة التخيير: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أعطاك الله سبحانه وتعالى حرية الاختيار بين الطاعة أو المعصية، بين الاستجابة أو الإعراض، بين إقامة الصلاة أو ترك الصلاة، بين الإحسان إلى الجيران أو الإساءة إلى الجيران، بين البر بالوالدين أو الإساءة إلى الوالدين. وكل هذا سيأتي بكتاب يوم القيامة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. بعدما حذر الله سبحانه وتعالى نبيه من طاعة المنافقين والكافرين ختم السورة بقوله: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فأولى بنا أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في تأصيل الهوية وفي إخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى وفي بناء الأسر على تقوى من الله سبحانه وتعالى ورضوان حتى يستقيم بنا الحال ونصل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى جنة عرضها كعرض السماوات والأرض. نرفع كف الضراعات إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا وقضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم اجعل الدائرة على من ظلمنا، اللهم اجعل الدائرة على من ظلمنا. اللهم انصر المستضعفين في فلسطين وفي كل بلد يحارب فيها الإسلام والمسلمين. اللهم انصرهم على أعدائهم إنك على ما تشاء قدير. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، وهيئ لهم البطانات الصالحة التي تكون عونا لهم على نصرة دينك وعلى اتباع هدي حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا إلى الله بقلوب خاشعة. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.